يمثل حمام سيدي طراد واحد من أفضل الوجهات السياحية في ولاية الطارف الجزائرية، حيث تجتمع فيه العراقة والجمال الطبيعي بشكل يلامس الروح. تحيط به غابات كثيفة وتلال شامخة تجعل من المناظر المحيطة به لوحة فنية حية. المياه الكبريتية الشافية التي يحتويها تجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد بحثا عن علاج طبيعي لمشاكل صحية متعددة، ما يضفي عليه طابعا مميزا. رغم جمال هذا المكان وروعة طبيعته، يواجه حمام سيدي طراد تحديات كبيرة تؤثر سلبا على تجربة الزوار، فالمرافق الأساسية التي يحتاجها المرتادون تكاد تكون منعدمة، مما يضعهم في موقف محرج ويؤثر على راحتهم. تنتشر الأوساخ في كل زاوية، مما يثير تساؤلات عديدة حول مستوى النظافة والرعاية المقدمة لهذا المعلم السياحي. تعد المساحة المحيطة بالحمام غنية بالتاريخ، فكل حجر هنا يروي قصة عن الثورة التحريرية وأرض الشهداء، ولكن في خضم هذا المعنى التاريخي العظيم يبرز واقع مؤلم، فعدم توفر مراحيض لائقة يشكل عائقا كبيرا أمام الزوار. إن غياب هذه المرافق الأساسية يجعل من زيارة الحمام تجربة غير مريحة، ويجعل الزوار يفكرون مرتين قبل اتخاذ القرار بالزيارة. كما أن الطريق المؤدي إلى الحمام في حالة كارثية، فهو يفتقر إلى الصيانة اللازمة، مما يجعل الوصول إليه مهمة صعبة، وخاصة خلال الظروف الجوية السيئة. هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المحلية لضمان سلامة الزوار وتسهيل وصولهم إلى هذا المكان الخلاب. في النهاية، إن حمام سيدي طراد بحاجة إلى استثمار حقيقي في بنيته التحتية وخدماته لجعله وجهة سياحية قادرة على جذب المزيد من الزوار. فبهذه الجهود يمكن لهذا الحمام أن يستعيد مكانته كمعلم سياحي يخدم المجتمع المحلي ويساعد في نهضة السياحة في المنطقة بأكملها، مما يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان. نحن بحاجة إلى حمام سيدي طراد، وليس الحمام بحاجة إلينا.